السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم رزاع فيديو جديد من قناتكم كثرة رزاع فيديو. النهارده جينا فيديو قوي جدا جدا، لأن النهارده هنختم حدث البالون دور وهنفتح الباكجات وخلاص كده هنقول باي باي لحدث البالون دور، وهنجمع وكمان هنجمع نسخ ماسكارونو كتير، وهنشوف بقى نختار ميسي ولا كريستيانو ولا الدنيا دي كلها. ولكن قبل ما نبدأ أتمنى منك صلى الله على أفضل خلق الله سيدنا محمد، تذكر اللي تحت في التعليقات ودعمنا وتضغط على زر اللايك وتنضم لعيلتنا عيلة الرزاع وتشترك في القناة وتقدر تتابعنا على صفحتنا في الفيسبوك. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، وليتس جو على فيفا. وادي هنا يا رزاق دخلنا على لعبه اكس مال، وهنبدا بقى ايه في تفجير الباكجات وتختيم. خلاص بقى حدث البلندور هيودعنا، يعني من حدث البلندور كله الحمد لله يعني طلعت منه بحاجه عادله. طلعت بسي بي، طلعت ب2 سي بي، طلعت بماركينيوس وطلعت بفيرجيل فان دايك. قول لي برضو انت في التعليقات طلعت بمين من حدث البلندور كمان. وكسبت شنايدر كانسيلو، ده انا شاريه. فيعني انا كسبت 3 لعيبه من حدث البلندور. قول لي برضو انت تحت في التعليقات يعني كسبت مين من حدث البلندور. والنهارده هنفتح اخر باكج مش في حدث البلندور، او هنفتح عندنا باكج المقيدات في حدث البلندور. نخلي الباكج ده الاخير خالص عشان بقى نقول ختمنا بقى ونقول باي باي للحدث. فنفتح بقى بقيه الباكجات لغايه ما نوصل لحدث البلندور. نفتح الاول طبعا الباكج بتاع حدث عمالقه الكويز ده، ونتمنى ان يطلع لنا فيه لاعب عدل، يعني نحطه وناخد منه نقط كتيره في الباكج. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الباكج. افتح معانا، افتح يا كينج. وطبعا انا بكره طبعا هنزل حدث الشتاء وهيتشال حدث البلندور خالص، وكمان الحدث ده لسه مكمل معانا اسبوع كمان. ولو عايز تعرف ايه اللي هينزل في حدث الشتاء بكره سايبها لك في المنتدى او كمان في صفحتنا في الفيسبوك، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الباكج. افتح معانا، افتح يا كينج. بسم الله. دنمارك بقى اي حاجه عدله. سيدي ام باريس 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 يا عم باريدس، يا عم انا عايز لاعب عادل يا عم باريدس. يا باريدس يا زفت انا والله يعني على فكره اللاعب ده حلو، يعني هو بس دي ام و4 حركه مهاره و4 قدم ضعيفه. يعني انت لو انت تشكيلتك ضعيفه انصحك بيه. انا لسه شايف تقاعده دلوقتي والله، و4 حركه مهاره دي عند السي دي ام حاجه نادره. يعني تقريبا ما شفتش غير بيرلو هو الوحيد اللي فوق ال4 حركه مهاره في السي دي ام. يعني بيرلو تقريبا 5 حركه مهاره، فدي حاجه يعني يعني نادره في مركز السي دي ام ان انت تلاقي حد 4 او 5 حركه مهاره. ندخل بقى على جائزه البالون دور عشان انا حرفيا لسه ما استلمتش اللاعب اللي فيها. تقريبا بقى معايا 4800 نقطه دلوقتي. انزل كده لسه ما كملتش، بقالي 120 نقطه. المشكله ان انا كان هيبقى معايا النقط، بس المشكله اللي اعلانات اللعبه موقفاها خالص، وعشان ما فيش اعلانات في اللعبه خالص في الفتره دي. فاتوقع ان اللعبه هتحل المشكله دي بكره ان شاء الله يعني. فناخد من هنا 120 نقطة ونروح نفتح الباكج. 120 نقطة ب 360 نقطة ديفيجن رايفلز، معانا بالظبط 4800 نقطة. ولو معاك نقط زيادة من حدث البالندور حوشها، لأن بكرة في حدث الشتاء طبعا هتقدر تبدل اللعيبة وتاخد تقدر تبدل النقط وتاخد نقط من حدث الشتاء بالنقط بتاعة البالندور. يعني هتبدل نقط البالندور بالنقط بتاعة حدث الشتاء، فحوش النقطة عشان تقدر تاخدها يعني. فندخل ونستلم اللاعب الاخير بتاعنا من حدث المكافأة، ونشوف هناخد بقى ميسي ولا كريستيانو ولا مين. بابل اذا هو اللاعب الاخير معانا، وكده بقى معايا 4 لعيبة من بقى معايا 4 من 4 يعني. كومانج بابين بقى معانا بابين كمان. هنروح هنا نشوف بقى. بص انا لازم دي نمزمز لها شوية. انا ميسي مش عايزه لانه كام، انا مش بلعب بكام اصلا وعندي كام 104. انا بشاور هنا ليه؟ وعندي كام 104 مش مستخدمه، فنلغي حوار ميسي خالص. اما بالنسبه لكريستيانو فانا كده كده مطور موراتا للاحمر، والصراحه يعني كريستيانو 102 حاسس ان الاوفر بتاعه قليل. 3 نسخ ماسكرانو هم شايفهم الاحسن. فيعني انت برضو اعمل كده تحليل زي، لا انت مش عايز ميسي مش عايز كريستيانو خد 3 ماسكرانو، انت مش عايز ميسي وعايز كريستيانو خد كريستيانو. فده اللي تعمله يعني، وده اللي انصحك بيه. انا مش عايز ولا ميسي ولا عايز ولا كريستيانو، فمن غير مقارنه يعني هروح لماسكرانو. رغم لو كحب يعني فاكيد هروح يا لميسي يا لكريستيانو. ولكن استلمنا 3 نسخ ماسكرانو، وعندي نسخ ماسكرانو كتير قوي، يعني تقريبا معدي ل 20 نسخه ماسكرانو. تعالى كده هنشوف ونروح نفتح اخر باكج ليا في حدث البالون دور. معايا كمان لعبه كتير بالنسبه لي يعني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.
بقى معايا 19 نسخه ماسكرانو. قول لي انت برضه يا رزيع في الكومنتات معاك كام مليون ومعاك كام نسخه ماسكرانو ومعاك كام اوفر، عشان نشوف مين بقى اقوى واحد في القناه. انا معايا طبعا 900 مليون، كان معايا 700 مليون، وطلع لي لاعب ب 200 مليون من الكود اللي قلت لكم برضه في المنتدى، وهتلاقي برضه الكود على صفحتنا في الفيسبوك. فلازم تشترك في صفحتنا في الفيسبوك، تلاقي حرفيا اخبار وكل حاجه بتنزل في لعبه اف موبايل، الاكواد والحاجات دي. وهو الاعلان فتحت، شوف بقى لو عندك اعلان ولا حاجه روح اتفرج عليه بسرعه. اي حرفيا اي حاجه ان شاء الله بنزلها على صفحتنا في الفيسبوك، هتلاقي اللينك، هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن، روح اشترك يعني. وندوس ونفتح اخر باكج لينا في حدث البالون دور. يعني اخر حدث انا حرفيا ما طلعليش ولا لاعب عدل من المقايضات، ولا لاعب، تخيل. فبسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله يطلع لي حد، وان شاء الله ما يطلعليش جودز يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله يطلع لي لاعب قوي، ان شاء الله يطلع لي لاعب قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسبانيا. يا عم اسكو، يا عم اسكو، الله يخليك يا اسكو، انا عايز لاعب 102 حتى، نفسي اشوف 102 في الباكج ده. فاهم الباكج حظه وحش جدا، حظه زبالة يعني، الباكج حرفيا حظ فيه معفن جدا. فزي ما قلت لكم، انت روح اشترك في صفحتنا في الفيسبوك، اي كود اي حاجة تلاقيها هناك ان شاء الله. هنستلم الباكج الاخير، هنا هنبدل اللاعب في عمالقة الكوس، اللاعب باراديس اللي طلع لنا. انا ناقصني 330 نقطة بالظبط، ومع النقطة اللي انا هحوشها نفسها من الحدث، فكده هيكون معايا 320 نقطة بالظبط، وهستلم اللاعب ال 104 اللي هو الار دبليو ده، جويل ولا ما اعرفش اسمه ايه. فقول لي برضه في التعليقات انت عايز تستلم مين من الحدث ده، ونشوف بقى مين اكتر. وبرضه في حدث الشتاء هينزل نفس الموضوع ده، انا هينزل قسم وهتقدر تبدل فيه اللعيبه والكلام ده كله. الصراحه الحركه دي عجباني جدا من اللعبه، وقلت لك برضه على الموضوع ده في المنتدى. للاسف ما قدرتش انزل فيديو، ولكن يعني قلت لك كل الحاجات اللي هتنزل ان شاء الله، قلت لك في المنتدى وكمان على صفحتنا في الفيسبوك. فروح اشتري، فروح تابعنا هناك وركز معانا في المنتدى، لان في حاجات اسطوريه جدا بتنزل. وبس وكده رزقك، وصلنا اخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك تكون صليت على النبي، ذكرت اللي قدمتنا، وندوس على زر لك، وانضميت لي على قناه الرزاق، واشتركت في القناه. وجود باي.